حصلت حريقة كبيرة في عصر المماليك. بيقول لك اللي اختشوا ماتوا، ده الحمام اللي طلعت منه الحكايه دي. خلينا نتفرج عليه. حمام السلطان إينال في شارع المعز، عمره أكتر من 550 سنة، وهو ده المكان اللي خرج منه المثل الشهير اللي اختشوا ماتوا، وتقدر تقول عليه كده سبا عصر المماليك. أنشأه السلطان الأشرف أبو النصر سيف الدين إينال في سنة 861، يعني في عصر المماليك، وكان بيعتبر جزء من منشآت الرعاية الاجتماعية اللي كانت موجودة وقتها عشان تخدم عامة الشعب. تقدر تقول عليه من الآخر كده ملاذ للاسترخاء والتواصل الاجتماعي، يعني الرغي ما بين الناس. في يوم من الأيام والناس قاعدة في حالة استجمام، حصلت حريقة كبيرة في أوضة من أوض الحمام. في اللحظة دي الستات طلعت تجري بره بسرعة، طبعا لا ركزت في لبس ولا غيره، المهم السلامة. لكن كمان في سيدات تانية اتكسفت أو اتحرجت إنها تطلع في الشارع بالشكل ده وفضلوا جوه الحمام، وكانت النتيجة ماتوا في الحريق. الحادث ده كان حديث الشارع وقتها، ولما الناس بدأت تسأل إيه اللي حصل؟ هل في ناس ماتت ولا لأ؟ كانت الإجابة كل اللي اختشوا ماتوا. ومن ساعتها طلع المثل الشهير اللي لسه بنقوله لحد النهارده. بعيداً عن الواقعة الحزينة دي، تصميم الحمام عجبني قوي وشفت فيه عبقرية هندسية بصراحة. أول ما تدخل هتكون في الأوضة دي، هنا المكان اللي كانوا بيغيروا فيه هدومهم، وبعدين تدخل من الممر ده، وده عبارة عن منحنيات كده بتوصل لباقي الحمام، واتعمل بالطريقة دي عشان الخصوصية وإنك ما تبقاش كاشف اللي جوه. مش بقول لكم عبقرية في التصميم؟ في رأيي حمام السلطان إينال بيعكس قد إيه كان فيه ذكاء معماري وعبقرية هندسية، رغم إن الأدوات المتوفرة كانت بسيطة.